السلام عليكم. الموضوع في عجالة كده. أنا اتقبض عليا يوم الخميس اللي فات، الساعة 2 الظهر. كنت في كمين اسمه كمين بلوزة، كنت متجه للعريش عشان أزور خطيبتي. اللي حصل، أمين ظابط نقول أمين شرطة زن على بطاقتي، فاديته بطاقة. قال لي شغال إيه؟ قلت له أنا مش شغال. جه الظابط قال لي انزل. نزلت وقفت مع الظابط، قلت له أجيب شنطتي؟ قال لا، سيب شنطتك. أنا كان معايا شنطة صغيرة عامة. المهم بيقول لي شغال ايه؟ قلت له انا مش شغال حضرتك. قال لي يعني ايه مش شغال؟ قلت له كنت شغال في السياحه، ومن شهر 11 اللي فات الدنيا واقفه فما اشتغلتش، يعني الدنيا واقفه شويه، فقاعد في القاهره الفتره ديت. كنت شغال في السياحه، كنت شغال في شرم الشيخ. بيقول لي بتشرب سجاير؟ قلت له لا الحمد لله. قال لي دخلت الاسم اتحبست قبل كده؟ قلت له لا الحمد لله. فوراه حد تقريبا رتبه اعلى، وغالبا هو كان معاه مباحث عامه يعني. فشاف البطاقه، قال لي خلاص اتفضل. ركبت عربيه تاني، لسه نطلع من الكمين، نفس الظابط وقف تاني. قال لي تعالى هات شنطتك معاك. جبت الشنطه. اول ما نزلت من العربيه قال لي السواق اتجه انت على الاصل، يعني هو واخدني وعارف انه هيقعدني. خلاص انا ماشي سواق، هم قعدك معايا قبل ما اكشف عليك، قبل ما اي حاجه ايا كان، حتى لو مش سوي فيك. المهم لقى موبايلي في جيبي، شده من انا حطه في جيبي ورا نفسي انه اتشد. شال الموبايل من نفسه، جه يفتحه ما عرفش، فقال لي خد افتحه. طبعا انا ما قدرتش اقول له لان هو ضابط شرطه طبيعي يعني. قعد يقلب في صوري. واحد تاني طلع اللاب من الشنطه، قعد يقلب في اللاب. لقى في الشنطه تاني ايه؟ غيار ومصحف. قال لي انت رايح تبات؟ قلت له انا الساعه دلوقتي 2، يعني انا على ما اوصل عريش فيها الساعه 4، على ما اقعد مع خطيبتي واتغدى ولا كل يوم بقت الساعه 6 7 بالليل، فاكيد مش هرجع بالليل، هبات واصحى بدري. مش بدري يعني، كان غير عادي اللي هو تيشيرت اللي هو انا لابسه دوت وبنطلون برمودا، يعني حاجه خفيفه، مش رايح يعني اهاجر واقعد هناك. المهم سألني سؤال عجيب قوي، بيقول لي انت ربنا هداك امتى؟ قلت له مش فاهم، على الخطوبه يعني وكده؟ قال لي لا، ربنا هداك امتى؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي اصل بتقول الحمد لله وبامر الله. انا المفروض اقول لك ايه لما الحمد لله مش عاجباك؟ يعني انا بحمد ربنا على اي حاجه انا بتحصل لي، الحمد لله على كل شيء يعني. هقول لك ايه؟ المهم نادى على واحد امين شرطه، قال له خده عندك لغايه ما ندهله. خده عندك ديت اللي هو هنكشف عليك يعني، وبقى همشيك لو انت معكش حاجه، يعني ده اللي انا فهمته. خده عندك ديت، رحنا عند في مكان المفروض ان هو مكان اللي هو زي مركز الاتصالات بتاعهم كده، اللي هو فيه جهاز الكمبيوتر وجهاز آه، اللاسلكي بتاعهم وكده. مليانه كميه دبان بعفانه، معرفش هما ازاي قاعدين فيها. المهم قعدنا فيها لمده ساعه ونص او ساعتين تقريبا، لحد ما جالي بالشنطه تاني. قال لي قلب شنطتك، تمام حاجتك تمام؟ قلت له تمام. هو بصراحه كان ناقصها فلاشه، بس قلت يلا في 60 داهيه، المهم ان انا اغور من هنا صراحه يعني. المهم قال لي ناقصك ايه؟ قلت له ناقصني البطاقه والموبايل. قال لي دول معايا. ركبنا عربيه كان في ناس تانية برضك نزلوا من عربيات تانية. ركبنا عربيه ودونا اسمه نقطة شرطة رمانة، بعد الكمين تقريبا ممكن 50 كيلو أو ما شابه، إن هي كانت نص ساعة بالعربية. وصلنا القسم، قابلنا واحد هناك تاني، معرفش رتبته إيه. المهم قال لنا معلش الشبكة دلوقتي مش شغالة، فاحنا هتستنوا تحت، تقعدوا تحت شوية، هنكشف أول ما الشبكة تيجي نكشف عليكم ونمشيكم. فبقول له تحت فين؟ قال لنا ما تلاقوش، ده مش زنزانة، تقعدوا تحت بس عادي. نزلنا تحت، ودونا زنزانة واتحبسنا فعلا. أنا كان معايا 4. المهم دخلنا الزنزانة، مفيش فرش، فقلت له يا بلاط. قاعدين على البلاط آه، يوم كامل، الساعة 4 تحديدا أو 4:30 العصر، لغاية تاني يوم الجمعة الساعة 2 إلا ربع بالظبط خارج. مش خارج من الاسم، كنت موجود قدام رئيس المباحث الساعة 2 إلا ربع، اللي هو واحدة 45 دقيقة. مفيش حد دخل جه سأل علينا، ولا حد دخل قال لنا انتوا بتعملوا ايه او انتوا جايين ليه او الكلام ده كله. وما كانش في حد جنب اوضه الحبس ديت نساله احنا جايين في ايه عشان او نندهله. لا، كانت هي بعيده عن يعني، كانت منعزله عن الاسم كله، فبالتالي ما كناش عارفين ننده لحد نقول له احنا ممسوكين في ايه او ايا كان اللي احنا جايين فيه. طبعا يوم كامل ما عرفتش انام بطبيعه الحال. طبعا ما فيش اكل، ما عبرناش اصلا ولا شفناهم غير الصبح، وما بيندهونا عشان يلا نمشي.
الواحد حمد ربنا ان كان معاه اللي كانوا موجودين في الاسم ساعتها كانوا معتقلين سياسيين اللي هم الاخوان، ما كانوش بلطجيه بقى او مجرمين، فالواحد حمد ربنا على هذا الموضوع الحمد لله. المهم تاني يوم خرجونا، رحنا معاه المباحث دوت، دخلنا له الساعه كانت 1:45. انا عرفت ان هي 1:45 لما خدت منه الموبايل وفتحته، يعني الموبايل كان معايا. فبيقول لي انت شغال ايه؟ قلت له مش شغال حضرتك. فقال لي بس انت امبارح قلت للظابط انك شغال في السياحه. هو كان موجود ورا الظابط ده اللي كان ماشيني في الاول. فبيني وبين نفسي عايز اقول له لما انت عارف انا قلت ايه ليه بتسال تاني؟ غباوه من حضرتك ولا استظراف ولا انت عشان ضابط شرطه فلازم انك تقول كده، ولا مش عارف. المهم قلت له انا كنت شغال في السياحه بس من ساعه ما الطياره اللي وقعت في شهر 11 اللي فات والدنيا نايمه فمش شغال يعني قاعد في البيت. قال لي طيب رايح فين؟ قلت له رايح ازور خطيبتي والله في العريش. طب فين في العريش؟ في المنطقه الفلانيه. خلص الكلام على كده. قعدنا بتاع 15 دقيقه تقريبا ما بيتكلمش ولا بيكلمني وانا طبعا ما ينفعش اساله، مش هساله طبعا. ضابط شرطه ما بيتسالش. المهم قال لي طب استناني بره. خرجت بره، نادى على واحد من بره تقريبا حاجه شبه سكرتيرو او امين شرطه او ايا كان رتبته ما اعرفش صراحه، هم كلهم لابسين ملكي. دخل جاب لي من جوه بطاقتي والموبايل بتاعي وقال لي اتفضل. وقال لي عارف تركب ايه؟ قلت له لا مش عارف. قال لي هتنزل تحت هتلاقي عربيات بتعدي، توقف اي عربيه واسالها الانطره، هقول لك اه اركب معاها، اوصل الانطره من الانطره اركب اي حاجه القاهره. يعني من الاخر بيقول لي روح القاهره بس بادب. بيقول لي ما تجيش هنا تاني، ما تعديش العريش، ما تروحش العريش، لا روح، انا بديك امر انك تروح بس باسلوب مهذب، يعني زي ما يكون بقى بلدهم مش بلدنا احنا، ماليش الحريه ان انا اتحرك في بلدي او اروح اي مكان. المهم فعلا روحت، رحت الانطره، ومن الانطره اتصرفت وروحت القاهره الحمد لله. السؤال هنا، هل حيازه مصحف معايا حرام؟ هل ان انا استغفر الله العظيم يا رب، قصدي ضد القانون، مش قصدي حرام، قصدي ضد القانون؟ دي حاجه. الحاجه التانية، هل ان اقول الحمد لله وامر الله ده كده غلط؟ يعني انا كده يبقى انا متشدد اسلاميا او دينيا او منتمي الى جماعه اسلاميه او ارهابيه او ايا كان؟ معرفش. الحاجه التالتة، هل هو كظابط يحق له ان هو يفتح موبايلي يقلب في صوري براحته، يتفرج على اللي هو عايزه براحته، حاجات شخصيه براحته، اللاب بتاعي براحته؟ المفروض انت راجل بتكشف على بطاقتي، عليا حاجه بتقول تقوم حاجزني، معليش حاجه بتفتش انت ما فيهاش حاجه بتقول اتكل على الله، مالكش انك تحبسني او اي حاجه، ده معيش حاجه وده انا نضيف. دي حاجه. الحاجة الأخيرة بقى لما مشيت فبسأله، قلت أسأل بقى ده خلاص خلاص خارج، هو احنا ليه قعدنا ليه كده؟ قال لي ما شبكة ومش شبكة ومش عارف ايه، مع ان اللاسلكي كان شغال يوم وقت ما خدونا وكان شغال وقت طول اليوم يعني. كنت تقدر لو انت ما عندكش شبكة شبكة نت مثلا انك تكشف على البطاقة في الكمبيوتر، هتتصل بأي كمين فيه عن طريق اللاسلكي وتقول له رقم بطاقة وهيطلع لك إذا كان عليا حاجة ولا لأ، وهتمشيني ده لو أنت عايز تمشيني. بيقول لي والله هو كل نظام ليه سلبيات ومش عارف ايه. طب انا كمواطن مصري مطالب ان انا استحمل سلبياتك اللي انت مش عارف تحلها؟ ما اعتقدش. انت موجود، انت كشرطي موجود او كإدارة شرطة موجود عشان تحميني، مش عشان تبهدلني وتبهدل كرامتي وتقل مني وتذلني. حاجات كتير. آه انا كان ناس معايا كتير برضك اتاخدت، وكان في ناس منهم فعلا مصدومه كتير جدا، في ناس ما ينفعش انها تشك فيها بس ما اعرفش دخلت ازاي. فاحنا حكومتنا بتستظرف شويه. المهم آه، في ناس عارف انها تتكلم، وللاسف ده حاجه تزعلني. واحد يسالني سؤال، طب انت ايه اللي وداك العريش؟ ايه اللي وداك هناك؟ زي ما بيحصل اللي حصل في التحرير لما الناس راحت اتسحلت، ايه اللي وداهم التحرير؟ بكل ببساطه يا سيدي الفاضل، انا خاطب من العريش بقالي شهر واسبوع تقريبا، فمن حقي ان اروح ازور خطيبتي ايا كانت المحافظه اللي هي ساكنه فيها او مدينتها، طبيعي. فانا رايح ازور خطيبتي، هتقولي العريش فيها ضرب او فيها مشاكل؟ دي مش مشكلتي انا كمواطن، دي مشكله الحكومه انها تحلها وتحميني وانا هناك، مش تمنعني اخشها وتحبسني يوم الواحد يحس فيه بالذل وبقله القيمه وان ملوش سعر في بلده وان ما اصلا ملوش مكانه او اي حق في بلده. فيا ريت ما حدش يسال السؤال الظريف دوت، انت ايه اللي وداك هناك؟ بعد اذنكم يعني ما نبقاش عندنا لا مبالاه، بطلوا جبن شويه وفوق. احنا للاسف حكومتنا مش نظيفه، تعاملها مع الناس مش نظيف، واحنا كشعب احنا جبنه بنخاف،
وانا خفت ارد. انا واحد من الناس خفت وانا معايا ان اساله اي حاجه. طبعا انت مسكني ليه اي حاجه عشان خاطر ممكن ما عجبوش طريقه كلامه ويلبسنا اي تهمه. طبيعي، ظباط كتير ياما عملوا واحنا عارفين الكلام ده. احنا مش هنضحك على بعضينا ونقول حكومتنا نضيفه، حكومتنا شريفه، ما تدافعش عن دوله فاسده. ما تدافعش عن دوله فاسده. احنا عارفين دولتنا فيها فساد كتير، والفساد مش هيخلص بالسهوله ديت، واحنا عارفين ان في فساد وساكتين. يعني خلاص اتعودنا على كده، بنحب الفساد اساسا. المهم، اسف لو كنت طولت عليكم، ومش ما عنديش غير حاجه واحده بس اقولها، اللي هي حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم ومفتري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.